أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة الأخبار الجزائرية. ما تنساوش تدعمونا بجام واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. إذا تنطلق عملية تسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان لسنة 2024 منتصف أكتوبر الجاري، على أن تستمر إلى 14 نوفمبر المقبل. هذا ونشرت بلديات عديدة إعلانا بخصوص انطلاق عملية التسجيل، ودعت أرباب العائلات دون دخل والفئات الهشة من المجتمع المتكفل بهم ضمن برامج التضامن الوطني غير مسجلين في قوائم الاستفادة، والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 16 أفريل 2019 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتعلقة بالعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم لسنة 2024 للتقدم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية مقر إقامتهم للتسجيل في العملية عن طريق إيداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة، والتي يمكن تحميلها برابط الوزارة أو التقرب إلى المكاتب المخصصة لذلك ببلدية إقامتهم. هذا وبحسب الإعلان فإن المستفيدين من هذه المنحة العام الماضي غير معنيين بتجديد طلب الاستفادة إلا إذا تغير وضعهم الاجتماعي وأصبحوا لا يستوفون شروط الاستفادة. وفي هذا السياق يجب على المعنيين التوجه إلى المصالح البلدية لشطب أسمائهم من قائمة المسجلين، ويجب على المعنيين بالعملية بحسب الإعلان التوجه إلى المكاتب المخصصة لذلك.